ايه ده. هو انا بموت؟ مم. بص انا عايزك تتخيل معايا كده موقف. الساعة 3 الفجر، فتحت عينيك بصيت للسقف، فجأة الأوضة كلها بتلف. مش هزار، مش إحساس، بتلف بجد. وانت بتحاول تقاوم تقع، تمسك في السرير تحس ان السرير هو اللي بيتحرك، تقفل عينيك برضه بتلف، تفتحهم. ايه ده، الموضوع أسوأ. بعد دقيقة تروح ماسك الجردل اللي جنبك وتروح مرجع كل اللي في بطنك. وبعدها ب5 دقايق تحس ان قلبك هيقف، واول سؤال هيجي في دماغك: ايه ده، هو انا عندي جلطة؟ هو ده ورم؟ هو المخ باظ؟ ولا انا خلاص هموت؟ الغريب ان السيناريو ده بيحصل كل يوم لالاف الناس، وفي ناس بتعيش بالسنين تلف على 10 دكاترة وتعمل 20 أشعة وتاخد 30 دواء، وفي الآخر لسه محدش قال لها انا مالي، انا ايه اللي بايظ فيا؟ الدوخه دي ايه؟ عارف المشكله الاكبر؟ ايوه الدوخه اكتر كلمه بتخدع المريض، واكتر كلمه بتخدع الدكتور. لان لما واحد يقول لك يا دكتور انا عندي دوخه، فهو يقصد اي حاجه، ممكن الدكتور يفهم اي حاجه تانية. وده السبب ان في ناس بتاخد علاج مثلا للضغط وهي عندها مشاكل في الاذن، وفي ناس بتاخد علاج للاذن وهي عندها جلطه صغيره في المخ، وفي ناس بيتقال لهم والله دي حاله نفسيه، وفي ناس عندها مرض عضوي، وفي ناس بيتقال لهم لا دي الودن والمشكله اصلا في القلب. يعني احنا بنتعامل مع عرض، ده مش مرض. ودي اول معلومه لازم تبقى عارفها وتحفرها جوه دماغك. الدوخه دي مش تشخيص، الدوخه دي شكوى. زي بالظبط كده لما واحد يقول لك مثلا انا بطني وجعاني، طب ليه؟ قرحه، زايده، قولون، حصوه، تسمم، سرطان، كلهم وجع بطن. ونفس الفكره برضو مع الدوخه. ايه ده، طب هي الدوخه انواع؟ ده اكبر اكتشاف هيغير طريقة تفكيرك في الطب. احنا تقريبا بنقسم احساس الدوخة ده ل4 انواع كبار. اول نوع وده بطل حلقتنا النهاردة اسمه الفيرتيجو، وده معناه انك حاسس ان الدنيا بتلف، الدنيا نفسها بتلف، ماشي، او انك انت اللي بتلف حتى لو انت واقف مكانك. يعني انا واقف مكاني وحاسس ان الدنيا بتلف، وده غالبا بيكون مشكلة في نظام التوازن. اما بقى النوع التاني انك حاسس انك هيغمى عليك، ماشي، انا حاسس ان انا هيغمى عليا، مش لف، لكن انا هقع من طولي. وده غالبا يخليك تفكر في الضغط او القلب او النقص مثلا، وصول الدم ده للمخ مثلا. اما بقى النوع التالت هو عدم الاتزان، ماشي، دي يبقى دوخة، ماشي، هيغمى عليا، ده نوع تاني. عدم اتزان ده نوع تالت، ماشي، كأن الارض سفنج، انت بتحس انك هتقع خصوصا في الضلمه. وده يخلينا نفكر في الاعصاب والمخيخ او الاحساس اللي جاي من القدم والمفاصل، ماشي، يعني حاجه جايه من تحت، جاي الاشاره جايه غلط، ماشي. خلاص، يبقى انا حاسس ان انا ماشي على سفنج، او انا حاسس ان انا ماشي على حاجه طريه، ماشي، ده النوع التالت. اما النوع الرابع بقى اللي الناس كلها تقريبا بتسميه الدوخه، وهو انك تحس ان دماغك مش صاحيه، خفيف، مش مركز، مش ثابت. ده ممكن يكون ليه عشرات الاسباب المختلفه. ولو انت فاكر ان كل دول نفس الحاجه، فانت لسه هتتفاجئ، لان كل نوع فيهم له مرض، ماشي، كل نوع فيهم ليه مرض مختلف، ودكاتره مختلفين، وفحوصات مختلفه، وعلاج مختلف. وده السبب ان الدكتور اول ما تقول له انا عندي دوخه يسالك مليون سؤال. ما انت الدوخه دي يعني عرض غريب، ماشي، بيلبس في مليون مرض، فاهم ازاي؟ فانا كدكتور تيجي تسالني انا عندي دوخه، انا هسالك مليون سؤال، ماشي، انا مش بضيع وقتك، لان انا بحاول اعرف انت بتتكلم عن انهي نوع دوخه بالظبط، فاهم ازاي؟ هل اللي هي جايه من الفاصل، هل هي اللي جايه من الودن، هل هي جايه من الضغط؟ وهشرح لك اكتر بكتير. بص يعني دي مقدمه طويله، الفيديو ده طويل، طول نفسك معايا عشان انا هجيب لك الموضوع كله من الاخر. انا هسألك سؤال عبيط جدا: هو ازاي اصلا احنا بنعرف ان احنا واقفين؟ انت واقف اهو، انت عارف ازاي انك واقف؟ سؤال غريب صح؟ طيب، بس مهم جدا. بص حواليك كده، انت دلوقتي قاعد مش واقع، رغم ان مفيش حاجه ماسكاك، يعني انت مفيش حاجه ماسكاك، بس انت عارف انك قاعد. ليه بقى؟ اغلب الناس هتقول لك والله ده عشان انا شايف. لا، غلط. عشان انت شايف، العين ده جزء صغير جدا من القصة، لكن الحقيقة ان جسمك عامل حاجة عبقرية جدا، عامل لجنة مكونة من 3 اعضاء. اول عضو، تعالى انت يا عين، العين بتقول للمخ احنا واقفين، احنا ماشيين، العربية بتتحرك. العضو التاني بقى هي الاذن الداخلية، وده بقى الاذن دي انت فاكرها مخلوقة للسمع بس؟ لا، ماشي، لا ده فيها جهاز كامل
اسمه جهاز الاتزان، جهاز هندسي لو عرفته هتنبهر. اما بقى العضو التالت ايه بقى؟ كل عضلة وكل مفصل في جسمك، ايوه، كل عضلة وكل مفصل في جسمك كلهم طول الوقت عمالين يبعتوا رسائل من المخ، بيقولوا له وانت قاعد دلوقتي الركبة متنية، الكاحل ده، القدم ده مستقيمة، الرقبة دي لفة، الكتف مرفوع، انت واقف، انت قاعد، انت بتميل، ماشي. المخ بقى قاعد في النص وبيستقبل مليارات من الرسائل كل ثانية، ماشي. ولو التلاتة قالوا نفس الكلام كل حاجة تمام. لكن تخيل معايا، العين قالت احنا ثابتين، والأذن قالت احنا بنلف، والعضلات قالت احنا واقفين. المخ يعمل ايه؟ يصدق مين؟ هنا تبدأ بقى الكارثة، وتبدأ هنا الدوخة، وهنا هيبدأ أعظم تحقيق طبي ممكن تشوفه. لأن من اللحظة دي هنبدأ نسأل سؤال واحد فقط: مين في التلاتة اللي بيكذب؟ ماشي، اللي بيكذب هو ده اللي مسبب لي الدوخه. وده بالظبط هو الاسلوب اللي الطبيب بيفكر فيه، مش الدوخه اسمها ايه. لكن المشكله جايه من الجهاز الاتزان اللي في الاذن، اللي في الاذن ودني، ولا المخ نفسه بيستقبل اشارات غلط من العين، الاحساس في العضلات والمفاصل بايظ، ولا من حاجه تانية خالص. وبعد كده يبدا بقى نبدا نضيق الاحتمالات من الاسئله، مليون مليار سؤال اللي بنساله لك ده، عشان ابدا بعد كده اطلب منك اشعه معينه، تحليل معين، مش حاجات عشوائيه. تمام، هحكي لك معلومه، يعني انت لو قلتها لواحد في الشارع ممكن يضحك عليك. في 3 حبيبات ممكن يوقعوا راجل وزنه 120 كيلو على وشه، ماشي. يعني الناس هتفتكر ان انا بألف، بس هقول لك بقى: 3 أو 4 حبيبات اصغر من حبايه الرمل ممكن يخلوا راجل وزنه 120 كيلو يقع على وشه ويرجع. ازاي واحنا بنتكلم عن سحر؟ لا فيزياء. جوه ودنا في جهاز مش مجرد اذن، ده معمل هندسي كامل. لو فتحت الاذن الداخليه دي هتلاقي شكلها غريب جدا: 3 انابيب، ماشي، عاملين زي نص دواير كده، اسمهم سيمي سيركلر كانالز، ما علينا من اسمهم، مليانين سائل. وفي اخر كل واحد في مستقبلات حساسه جدا للحركه، اسمها قنوات الهلاليه اللي هي سيمي سيركلر كانالز. بس استنى، ليه 3؟ ليه مش واحده؟ عشان ربنا خلاهم في 3 اتجاهات مختلفة. واحد تقريبا للإحساس بالحركة لأعلى وأسفل، واحد لليمين والشمال، واحد لحركة الدوران، ماشي، فوق وتحت، يمين وشمال، بتاعة الدوران، وفي الميلة دي كده وكده كده. لما لف راسك في أي اتجاهات، واحد أو أكتر من القنوات دي بتشتغل، ماشي. وده يخلي المخ يعرف أنت عامل إيه بالظبط، وده بيحصل في أجزاء من الثانية، فاهم قصدي؟ فأنا الاتجاهات بتاعة الحركة دي كلها فيها 3 سيمي سيركلر كانالز كده، هتشوفهم في الصورة دلوقتي. دول اللي بيدركوا ال3 اتجاهات بتاعة الإحساس. لكن السائل ده مش بيتحرك لوحده، هو بيضغط على مستقبلات دقيقة جدا، ولما راسك تتحرك يحصل فرق بسيط في الحركة في السائل ده، السائل اللي جوه القنوات الصغيرة دي مقارنة بجدار القناة، فتتفاعل المستقبلات دي بقى وتبدأ ترسل إشارات للمخ وسرعة الدوران، وجهاز الاتزان هنا يبدأ يرد عليها، فاهم قصدي؟ اذكى كذبه في جسم الانسان هحكيها لك دلوقتي. خليني اسالك سؤال: لو انت دلوقتي لفيت الكرسي بيك مره واثنين وثلاثه وعشرة وبعدين وقفت فجاه، ليه بتفضل تحس انك لسه بتلف؟ اما انا وقفت، الاجابه هو السائل ده. السائل ده لسه بيلف. انت بعد ما تلف، عارف احنا عيال صغيرين كنا نقعد نلف 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 وبعدين نقف، نفضل نحس ان احنا لسه بنلف كده. ليه بقى؟ السائل ده لسه عمال يتحرك جوه القنوات دي، فعمال يدي اشاره، ماشي. بس انا عيني بتقول ايه؟ ما انا شايف ان انا ثابت اهو. الله، هو السائل بيلف جوه لسه. بس انا شايف ان انا ثابت. يبقى ده واضح ان انا لسه دايخ. بس وعلى ما السائل ده يبدا، ما هو لازق بقى، على ما السائل ده يبدا يقف تبدا الدوخه بتاعتك تهدى، ماشي. فهمت؟ كاني راكب عربيه كده وبعدين العربيه وقفت، فانا رحت مكمل. ما هي العربيه وقفت، انا كملت. انا كاني السائل ده اللي جوه العربيه وقفت وانا رحت مكمل، فاهم ازاي؟ فالسائل لسه مكمل بعد ما انا وقفت، السائل لسه بيكمل وبيلف. فاكر لما قلت لك ان في 3 حبيبات كده ممكن يوقعوا راجل 120 كيلو؟ جه وقته بقى.
ماشي. جوه نفس الاذن الداخليه دي في كيسين صغيرين كده اسمهم اليوتريكل والساكيول، دول مسؤولين عن الجاذبيه والحركه في خط مستقيم، وجواهم بلورات صغيره اللي هي الناس بتسميها الكريستالات، لكن هي اسمها الاوتوكونيا، ماشي، اسمها العلمي الاوتوكونيا. الكريستالات دي بقى يعني مش بالمعنى اللي احنا متخيلينه، هي مجرد بلورات ميكروسكوبيه وليها وظيفه مهمه جدا في الاحساس بالجاذبيه والتسارع، فاهم قصدي؟ الفيلم هنا بقى بيبدأ بقى لسبب لسه الطب مش فاهمه بالكامل، او ممكن مع تقدم السن او مع خبطة في الدماغ او التهاب في الاذن الداخلية دي، واحيانا من غير سبب اصلا. البلورات دي ممكن تتفك من مكانها وتتحرك وتدخل في مكان ما كانش المفروض تدخله، وهي تعتبر اكتر سبب للدوار الحقيقي، مرتبط اللي هو بيسميه البي بي بي في. الناس اللي دايخه على الدكاتره وسمعت اللي هو البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، الناس عارفه بي 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 في ده، ماشي. لو قريت عنه هتفهم انا بتكلم في ايه كويس. اصغر كدبه بقى مع اكبر دوخه. تخيل معايا انت حاطط الموبايل في جيبك، وفجاه في طفل صغير كده دخل راح حاطط لك زلطايه، ماشي، كده جوه جيبك، ماشي. انت كل ما هي مش هتكسر الموبايل الزلطه دي، بس انت كل ما تمشي تحس ان في حاجه غلط رغم ان هي زلطه صغيره. وده اللي بيحصل في البلورات دي، ماشي، اللي هي الكريستالات دي. تدخل واحده من القنوات اللي احنا قلنا عليها، احنا قلنا في 3 سيمي سيركل كانال، واحده بتاعت كده واحده بتاعت كده واحده بتاعت كده فوق وتحت. تخش بقى الكريستاله دي تلخبط لك كل الاشارات اللي في ودنك، ماشي، وتاخد اشارات غلط لان السائل بقى ماشي غلط، ما بقاش ماشي طبيعي. فيجي العين شايفه انها اتحركت شمال، بس القناه هنا بتاعت ودني الكريستاله ملخبطاها، فتيجي تلف والكريستاله ملخبطه، فالمخ يقول العين قالت ان احنا لفينا شمال، بس الودن لسه ما ادركتش ده. مين صح؟ يا ترى مين صح؟ فيبدا ايه، بص بقى، انا ببدا ادوخ بقى ليه بقى؟ انا مش عارف، انا لفيت كده اهو، المفروض الحق بعضلاتي من هنا احسن راسي تكمل بزياده، فانا بلحق بعضلاتي من هنا. جيت الحق، طلعت عيني اللي كدابه، لا طلع ودني اللي كداب، فانا بقيت اشد عضلات غلط، فبقيت اقع بره التوازن، بقيت اقع بره السنتر اوف جرافيتي، او النقطه اللي انا ثابت فيها بتاعه التوازن بتاعتي، انا بقع براها. الله 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 الله. فتبدا ايه الدوخه. يا جماعه انا قدامي 3 شهود، انت بتقول ان انا لفيت، وانت بتقول ان لا احنا ثابتين، وانت بتقول لا احنا لفينا. الله، مين اللي صح؟ انتوا كدابين كلكم، مين الكداب اللي فيكم؟ عشان كده كل الناس اللي عندها الدوخه دي بيقول لك نفس الجمله: الدنيا لفت بيا لما بصيت فوق، الدنيا لفت بيا لما قمت من على السرير، الدنيا لفت بيا لما اتقلبت على جنبي. مش لان الحركه دي خطيره، غالبا الاستمرار ده بتاع الاعراض دي بتخليك تصدق فعلا ان انت عندك مشكله في المخ، وبعدها تبدا نوبات الهلع. تبدا الدوخه، يبدا بعديها نوبات الهلع. ما انا بقتش واثق في نفسي، انا راجل بقع. ورحت للدكتور، قال لي التهاب اذن داخليه. يا عم انا ودني سليمه، انا مش بتاكلني مثلا، انا مش سامع طنين وصفار، انا دايخ. يا عم دي حاجه في المخ يا عم. لا لا لا، دي ودنك. اخد علاج الودن ما خفش، الله، لا يكون مفاصلي، طب لا تكون مش عارف قلبي. وابدا بقى ايه، ابدا افقد الثقه في جسمي، وابدا اروح بدماغي في حتت، وابدا اخاف لا الموت يجيلي، ده انا هموت، ده انا جلطه، ده انا مش عارف ايه. اعمل ايه؟ السؤال المهم هنا، ولو مشكله هي مجرد كام بلوره صغيره، ليه بعض الناس بيرجعوا بعنف؟ الترجيع ليه؟ ليه البانيك اتاك بيجي؟ ليه نوبات الهلع بتيجي؟ ماشي، وليه المخ بيتعامل مع الموضوع كأنه تسمم؟ وده ايه علاقته بتطور الانسان من الاف السنين؟ هو ليه انا اول ما دخت رجعت؟ خليني اسالك سؤال: ايه المشكله في الدنيا في الودن؟ ايه علاقتها بمعدتي؟ ايه الدنيا بتلف وبعدين انا رجعت؟ هو المعده موجوده في الودن؟ الغريب ان دي من اذكى الحاجات اللي المخ عملها واقدمها. تخيل معايا احنا راجعين مليون سنه لورا، انت انسان بدائي خالص، مفيش ولا مستشفى، مفيش اشعه، مفيش تحاليل، وفجاه بعد ما اكلت ثمره غريبه ابتديت تشوف الدنيا بتلف. لو انت المخ هتستنتج ايه؟ امم غالبا الاكل اللي انا اكلته ده سام. طب اعمل ايه؟ طلع الاكل ده بسرعه،
بلع. حركة بدائية صرف. عارف انت عارف انت ما يقولك التيرتل ريفلكس؟ ليه اما بيجي مثلا صوت جنبك كبير تروح انت عامل كده اهو، ماشي، كأن انت بتحاول تحمي نفسك. التيرتل ريفلكس اللي هو التيرتل زي اللي هو النينجا تيرتلز اللي هم السلاحف. السلحفه بتروح عامله ازاي؟ بتروح مدخله دماغها جوه، تحاول تحمي دماغك، اهم حته فيك، اهم حاجه المخ. فالمخ هنا بيقول لك الله. فده برضو رد فعل زيه بالظبط. انا بلعت حاجه مسممه ولا ايه؟ بقول لك ايه، رجع اللي احنا بلعناه ده بسرعه. هو المخ ولا فاهم دوخه ولا فاهم بتاع، هو انا عايز احمي نفسي. واضح اني بلعت حاجه مسممه وانا انسان بدائي وبتاع. رجع لي يا باشا الكلام ده. ولذلك مراكز الاتزان في المخ، في جذع المخ، متصله بمراكز الغثيان والقيء، ماشي. الناس اللي عندها بانيك اتاك، بطنها وجعاها، دوخه، مش عارف ايه، ماشي. المراكز دي بقى متزنه بالايه؟ بالحاجه اسمها النيوكليوس تراكتس والاريا بوستريما، ماشي. الاذن الداخليه تبعت الاشاره المتلخبطه دي تطلع على الاماكن اللي قلتها لك دي في المخ، ترد على بتاع ده المراكز الاتزان، وترد على الجهاز الهضمي بالغثيان والقيء، مع ان المعده نفسها ما فيهاش حاجه اصلا. المهم المخ قال لك ايه؟ احنا نعمل احتياط. يا عم انت رجع بدل ما تموت مسموم، ماشي. انا ولا عارف كريستاله ولا بتاع. اضمن بسرعه. طب ليه الناس بتفتكر انها هتموت؟ انا هموت ليه بيقولوا لي الكلمه دي؟ عايز اقول لك على حاجه انا شفتها مليون مره في المرضى اللي بتخش عندنا العياده. وشه اصفر، ايده بتترعش، قلبه بيدق بسرعه، يا دكتور انا هموت. الغريب ان اوقات ما يكونش عنده اي مرض خطير، لكن احساس الدوخه نفسه مرعب. ليه مرعب؟ لان احساس التوازن من اكتر الحاجات الاساسيه لبقاء الانسان. تخيل انك ماشي في صحراء وفجاه مش عارف تحدد فين فوق وتحت. هتعرف تهرب؟ هتعرف تصطاد؟ هتعرف تدافع عن نفسك؟ طبعا لا. عشان كده المخ بيعتبر ان فقدان التوازن ده حاله طوارئ، فيشغل نظام الطوارئ على طول. الادرينالين يطلع. الادرينالين ده هرمون كده بيرفع نبضات القلب، التنفس بيزيد، العرق، ماشي. الايد تبرد، ماشي. الايد تبرد ليه؟ الدم اتسحب لجوه هنا، فايديا تبرد، ماشي. وابدا اعرق. بؤبؤ عينيا ده يبدا يوسع كده. كل ده جهازك بيجهزك عشان الهروب من الخطر. انت مش محتاج تهرب، انت قاعد في اوضتك. فاللي يحصل انك تخاف اكتر وتتنفس اسرع وتحس الدوخه اكتر، فتخاف اكتر، فتدخل في دايره كل واحد فيها بيتغذى على التاني. وهنا ناس كتير بيحصل لها اول بانيك اتاك، اول نوبات هلع بتجيلها بالظبط في الميعاد ده، في وقت الدوخه دي، وقت ما حس ان هو اضعف انسان على وجه الارض حالا. يعني مش معناه ان المشكله ان البانيك اتاك ده مش ملوش وجود، لا طبعا ليه وجود. وبرضه مش معناه ان المشكله عضويه خطيره، هو معناه ان المخ عمل رد فعل كان اقوى من اللازم. وفي المقابل ان بعض الناس بيبقى عندها القلق اللي هو الانكزايتي ونوبات الهلع ونوبات الدوار الشديده دي، لان التجربه نفسها كانت مخيفه جدا، ماشي. فيبدا الخوف ده يبدا يبقى جزء من يومه. طب ليه في ناس الدوخه عندها 10 ثواني وفي ناس بتفضل اسبوع دايخه؟ ده اللي هقول لكم بقى في الجزء التاني، لان كده الوقت طويل قوي. انا اسف على طول الفيديو، بس يعني حبيت اقول لكم معلومات كتير عن الدوخة ممكن دكاترة كتير ينسوا يقولها لكم. يعني تابعوني، اعملوا فولو عشان تشوفوا الجزء التاني ان شاء الله. ويعني هتكلم كتير عن الدوخة الفترة اللي جاية. و... ولو هي بدأت الدوخة عندك من زمان وهي اللي جايبه لك بانيك اتاك دلوقتي، راجع نفسك. ممكن تكون ادوية البانيك اتاكس والانكزايتي والمهدئات اللي انت بتاخدها دي ممكن تكون عايزة علاج سلوكي معرفي، ماشي. ان انا اتعرض لنوبات الهلع دي والدوخة وما استجبش، وابدأ واحدة واحدة اقلل الدواء، ماشي. ممكن يكون الادوية دي اللي دخلتني في اكتئاب اكتر، ودخلتني في تخن اكتر، وكرهت نفسي اكتر، وتخنت ومليت وعبيت مية. كل ده ملوش معنى، ماشي. يلا، هذا والله اعلم، واستنوا الجزء التاني. السلام عليكم.